السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ بوبا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما نبدأ معاكم اليوم، أهم حاجة ما تنسوش اللايك واشتراك بالصفحة وفعلوا الجرس. زي ما انتم شايفين كده هنعمل فقرة الفطار الصبح، وكله طلب مني الفقرة دي على طول، بيحبوها قوي وبالذات الصبح. طبعا هنعمل فطار خفيف جدا اللي موجود في البيت. انا بعمل دلوقتي كوباية شاي مع سندوتش فول حسب الراحة. طبعا ما نبدأش معانا اليوم بكوباية شاي على الريق او كوباية نسكافيه على الريق او قهوة على الريق. اول حاجة بتنزل الانيميا وبتزود جامد، وممكن كمان كمان ما تبدأوش معاكم بحاجة مسكرة الصبح بتزود جامد الوزن. لا، ابدأوا معاكم بسندوتش فول او سندوتش جبنة عشان خاطر ما يزودش معاكم الوزن. دلوقتي هنعمل كوباية شاي وهناكل سندوتش بسيط جدا. طبعا الصبح بتبقى محتاجة حاجة تفتح نفسك، او بتبقى ساعات نفسك تبقى مسدودة، بس حاجة بسيطة جدا اللي موجودة عندك، ما تكلفيش نفسك خالص. دلوقتي هنبدأ معاكم طبق اليوم. هنعمل طبق اليوم النهاردة كفتة رز. هي حاجات سهلة وبسيطة جدا واطفالي بيحبوها واحنا كلنا بنحبها. طبعا كفتة الرز كتير جدا بيحبها. دلوقتي انا هعمل صلصة الكفتة. طبعا 3 فصوص توم ممكن تهرسيها او تقطعها قطع زي ان انا بعملها كده، هي متبقاش فارقة خالص، ما بيبانش في الطبيخ. اما حاجة ما تصفريش، ما تحمريش التومة قوي عشان بتخلي طعم الصلصة وحش جدا. لا، خلاها صفرة وحلوة كده عشان خاطر تبقى طعم الطبيخ حلو. طبعا كله في كتير بيعملها بالبصل، بس هي اساس بتتعمل بالثوم، بتبقى احلى واحلى بكتير، بس حسب الراحة. زي ما انتم شايفين كده مصفر خفيف خالص. هنزل الصلصة. انا طبعا الصلصة دي انا مسبكاها، كانت عندي طماطم وانا سبكتها، باخد منها بحطها في التلاجة من تحت. لو من الصلصة مش كتير ومحتاجة اعباها في اكياس، بخليها في الحلة دي طول الاسبوع او مدة 3 ايام، وكل يوم اسحب منها، بتبقى حلوة ومريحة جدا. بس اهم حاجة التلاجة لو بتاعتكم مش عالية قوي، لا كيسوها وحطها في الفريزر. زي ما انتم شايفين كده انا كان عندي بعمل كفتة الرز ديت وبكورها في اكياس واحطها في الفريزر خضرة، مش بصبحها واعملها، لا واسويها، لا بخليها خضرة، كل ما بعوز بطلعها. طبعا كتير هيسألني هي بتبقى ايه مظبوطة. كفتة الرز هي الطبيعي ممكن تحط نص كيلو لحمة مع نص كيلو رز بس، وبتبقى حلوة اوي. وكمان في كمان كيلو الا ربع رز مع نص كيلو لحمة، بتبقى حلوة ومظبوطة جدا. طبعا مع البصل والثوم، بصلاية واحدة، فصين توم وتوابل، فلفل وكمون، وتوابل زي ما انتوا حابين، وخضرة. بس هي نص كيلو، انا بعملها نص كيلو على كيلو الا ربع رز، وفي ناس بيعملوها نص كيلو مع نص كيلو. بس الراحة بتبقى الاتنين جمال، يبقى كده الكفتة مظبوطة كده او كده. زي ما انتوا شايفين كده انا بصبحها، جبت شوية زيت وبصبحها. زي ما انتوا شايفين كده انا بطلعها من بالليل عشان تفك خالص، تبقى صعبة معايا الصبح. زي ما انتوا شايفين كده بصبحها، ما تخليهاش لها بوز من فوق عشان ما تتحرقش في قلب الطماطم، في قلب الزيت. لا، ظبط البوز من فوق ومن تحت عشان خاطر ما تتحرقش. زي ما انتوا شايفين كده هي سهله جدا وبتاخدش معايا وقت خالص. اما بكورها كده واطلعها صبحه بتبقى جميله جدا، احسن ما بتحمريها بالزيت وتعينيها. زي ما انتوا شايفين كده الكميه بسيطه جدا، هي دي غدانا بالظبط. ما بحبش اكتر منها، ايه اطفالي يا دوبك بياكلوا الغدا بس، وبيتعشوا بقى جبنه والبطاطس بالليل وحاجات الخفيفه دي، ما بيحبوش حاجات الغدا تاني. طبعا طلعت قطعه لحمه. لو ما فيش شوربه انا بحب احط فيها شوربه. لو ما فيش شوربه بطلع قطعه لحمه واحطها في قلب الصلصه تغلى كده وتستوي مع بعض. انتوا شايفين كده هحمر الكفته، زيت نضيف نحطها بالطاسة ونعملها عشان خاطر لو حطيت زيت البطاطس بتغير طعمها خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا في الطبيعة ممكن بعملها كور، بس اطفالي طلبوها مرات صوابع، بتبقى كور حلوة قوي وعلى قد قطمة كده المعلقة، بس اطفالي طلبوا مني المرات صوابع.
زي ما انتوا شايفين كده سهلة وبسيطة جدا. وغداكي يعني طبق صغنن كده، احسن ما بحطها في الفريزر وتحمريها وتحطها في الفريزر بتغير طعمها وبتبقاش حلو خالص. زي ما انتوا شايفين كده سيبها تحمر. وهنعمل الرز. رز طبعا بشعرية بتبقى حلوة قوي مع الكفتة. الرز بتبقى طعمه حلو قوي مع الصلصة والكفتة. إيه ما بتحط عليها شعرية. وبرضك مش كل بنحط عليها شعرية، طبيخ معين بحب احط شعرية رز مع الرز ومع الطبيخ المعين ده، زي طبيخ البامية بحب اوي بعمله بايه، بشعرية. طبعا الملوخية ما بحبش اعملها بشعرية، بعملها بالرز طبيعي كده خالص. وفي ناس بيحبوا الرز بيبقى ابيض، بس حسب الراحة. طبعا احمرت قوي بحب احمرها قوي عشان خاطر اما تغلي كتير في قلب الصلصة بتفتح وتبقى استوت معانا استوى حلو. طبعا انا حاطه صلصه ورا اهيت. وقطعه اللحمه استوت. زي ما انتوا شايفين حطيت الميه مغليه على اللحمه القطع حتى ما استوت. وهحط الكفته. دي بقى حسب، خلي بالكم من الكفته، ساعات الكفته بتبقى جامده وساعات تبقى بتستوي بسرعه، يعني تابعوا معاها عشان خاطر ما تتهريش معاكم. وادي اهوت الرز والطبيخ والكفته جميله جدا والطعم كان حلو قوي. طبعا احنا كل يوم بيبقى مش عارفين نعمل ايه على الغدا، بس واحد بيبقى مرتب نفسه من بالليل. وساعات بصحى مش عارفه نعمل ايه، بقوم ايه عامله بطاطس وجبنه وممكن لو في فول بعمل على الغدا. وممكن برضك اعمل بيض. ساعات ببقى صاحيه كده مش عارفه اعمل ايه، وساعات بتهب عليا اعمل مكرونه بشاميل على طول. بس حسب بقى اما بتصحى من النوم عاوزه ايه. بس انا ساعات ببقى مرتبه من بالليل هعمل ايه بالظبط، بتبقى احسن بكتير، احسن ما بتقومي فجأة كده مش عارفه انت عاوزه تعملي ايه الصبح. وفي كتير طبعا بيقوم بالمنظر ده، بيبقى مش عارف يعمل ايه الصبح. بكره بيقول سيبها على الله بقى. احنا بنسيبها كل حاجه على ربنا، بس اما بنرتبها بتبقى احسن بكتير وما تعبيش نفسك. وقايمه عارفه انت قايمه امتى هتعملي الغدا ايه امتى. يعني انا ساعات بقوم الساعه 10 وساعات بقوم الساعه 11، بس انا عارفه انا هعمل ايه، عشان كده بقوم براحتي الصبح. ولو حاجه جامده بقى بقوم ايه بدري شويه عشان خاطر اخلصها بسرعه. لو ايه طبيخ جامد او محشي او حاجه ببقى عارفه احنا نتغدى امتى وهقوم امتى. تبقى قايمه بقى رايقه ومش متضايقه بقى اللي انا هقوم اعمل ايه. لا رتبوا نفسكم من بالليل احسن بكتير عشان خاطر تبقوا قايمين رايقين كده ومبسوطين ان انتوا قايمين تعملوا، عارفين انتوا هتعملوا ايه. طبعا مش كل اللي بيتغدى الظهر او بعد الساعة 1، بس احنا طبيعتنا هنا بنتغدى الظهر او بعد يعني على الساعة 1 1:30 كده. حاليا طبعا الوقت الساعات اتغيرت. طبعا الدور بيدن الساعة 1، بس الاول كنا بنتغدى على الساعة 1. معلش كان ابني دخل خضني. آه، زي ما انتوا شايفين كده خلصنا الغدا والفطار وبكون كل حاجة عشان خلصت انا بواحدة في الغدا في غسيل المواعين بتاع الغدا والفطار. عشان خاطر طبعا زي ما انا قايله لكم قبل كده ما بحبش كل شويه اغسل المواعين. بخلصها انا بواحده، بس لو بتبقى كتير قوي بحاول اخلصها وطول ما انا في المطبخ. بس أنا ساعات ما مشغوله بخش انشر حتى ما الاكل يخلص، وبعد كده اقوم داخله مخلصه المواعين كلها عشان هبقى قاعده رايقه كده. واقوم عامله كوبايه الاعشاب بتاعتي حلوه قوي. الاعشاب دي لو حابين تعرفوها بتنزل في الوزن قوي، بتحسسك بالشبع. زي ما انتوا شايفين كده انا شطبت المطبخ خالص والحوض وبغسله كويس قوي على طول. بعد كل اما بخلص مواعين بغسله على طول عشان ما يكونش دهون. زي ما انتوا شايفين كده اما تعملوا كده بتبقى الحوض شكله حلو. بس حسب الحله، ساعات الحله بتبقى يعني حلتي ديت غامقه، يعني مش بتبرق كده. في حلل يعني لو حابين تختاروا حلل لل للحوض اختاروها اللي هي الفتحة الحلوة دي، كل ما بتغسلها بتبرق كده. بس انا مضايقة منها قوي، بس حلوة يعني احسن ما فيه. زي ما انتوا شايفين كده انا شطبت المطبخ وخلصنا الغدا وكل حاجة خلصت. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ادي كوباية الاعشاب بتاعتي واشربها بعد الغدا. اما حاجة ما تنسوش اللايك واشتراك بالصفحة وفعلوا الجرس. زي ما انتوا شايفين كده نعطر بقى المطبخ عشان خاطر يبقى ريحته جميلة. والسلام عليكم.